امال هانم. امال وبعدين ليلى وعبد الرؤوف، يلا ورا بعضيكوا كده. امال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حضرتك يا دكتور مبروك. ربنا يسترك يا امال. اللهم امين. معلش يا دكتور انا عندي بس سؤالين بعد اذن حضرتك. يلا واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا عندي بنتي كانت تعبانه على طول، وكانت مره حصلت لها حادثه ومره جات لها جلطه وتعبانه يعني. فكل ما حد يكلمني يقول لي ممكن انت عامله لها ندر. هل لو الندر ده لو انا ما وفيتش بيه او انا ظروفي ما تسمحش ان انا اوفي بيه؟ شوفوا برضو الحقيقة. في سؤال تاني يا امال؟ السؤال الثاني معلش حضرتك، انا برضو شغلي شغاله طباخه. شغاله ايه؟ طباخه. يا سلام. طباخه بجد ولا على الورق طباخه وفي الحقيقه ما طرش قطط؟ لا لا يعني الحمد لله يا دكتور. يعني صينيه البطاطس بالكوباستريكا تعرفي تعمليها؟ لا بعمل اكل بعد كباب الحله وبتاع، ومحشي الكرنب مش معجن ولا منيل على عينه ولا حاجه؟ لا يعني لا لا كل صابع مخاصم مخوف. ايه الجديد اللي بتعمليه؟ نورينا كده. يعني لما اقول انا طباخ، ما انا مش حد يسالني بقى في الكرنب والحاجات دي، اوريدي بعمله، لكن ايه اللي حاجه الحلوه اللي ممكن تقدمها لنا في نص دقيقه؟ ايه زي ايه؟ لا يعني في حاجات كتير يا دكتور يعني. اصل النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد كان بيحب الحاجات اللي هي فيها حلاوه، حريره بتاع عصيده. يعني انا ما خرجتش بره الموضوع وما خرجتش بره الدين لما نعلم بعض الاكله الحلوه، مش خروج عن الدين. عشان كده بسال ومش هستنى اجابه امال، مستني السؤال الثاني. اتفضلي يا امال. بص حضرتك يا دكتور، انا دلوقتي يعني بشتغل مع ناس يعني بخيله جدا. مع الناس بخيله؟ فانا لما بجيب حاجه. طب واحنا مالنا يا امال؟ مش لنا اجره متفق عليها؟ ليا اجره حضرتك، بس انا اوعي تبص لحاجه ثانيه. فانا بقول لحضرتك عايزه بس اعرف هل ده يعني انا لما بشتري حاجه ممكن ازود عليها السعر؟ اوعي تروحي جهنم من اوسع الابواب. اوعي. ما انت ليكي اجرتك وبتاخديها. انت امال حبيبتي انا وهقولها لك كويس انك لسه معايا عشان تقولي لا انت غلطان. دايما احنا بنبقى يا امال ما دام لينا مرتبات بنبقى طمعانين في البقاشيش والحاجات التانية، فدول ما بيدوهالكيش. يعني ماسكين على المرتب بس، فانت عايزه تنتفيهم من حته تانية. صح يا امال ولا انا غلطان؟ لا مش لا معلش يا امال، بس ارجوكي يعني دول لو كانوا كرمه ولما تعملهم لقمه حلوه يكافئوكي، ولو جه عيد او وقفه هبح وكسوه حته قماشه وما اعرفش ايه، خد يا بنتي هاتيلك وازازه برفان قربت تخلص امول، كنت هتعملي كده؟ لا بالظبط. يبقى انا ما خرفتش ولا حاجه. انا ما خرفتش. انت من جواكي نداء ثقافي من بيئتنا، عشان كلمه بيئه دي بيقولوا عليها وحشه وشمال ونص نص وربع ربع يعني لا يا حبيبتي، احنا مالناش الا اجرنا المتفق عليه، لا بكاشيشه ولا مش بكاشيشه. يا اما تقولي لهم مرتبي مش مكفيني، انا كنت بص على ان ال1000 جنيه زي الفل وهتدوني كمان معاها 300 400 500 غير المناسبات، انتوا ما بتعملوش كده. زودوكي، لكن اوعي ساغ يا حبيبتي، ايه دي امانه. الدليل هو بقى من اول السطر: حكيم بن حزام رضي الله عنه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري شاة واعطاه درهما. خد الدرهم وراح السوق، جاب 2، لقى 2 بدرهم، وهو خارج من بره السوق باع واحد من الشاتين، واحده من النعجتين بدرهم. حاجه جميله. ورجع النبي عليه الصلاه والسلام قال له ادي الشاه وادي الدرهم اللي انا خدته منك. قال له حصل ايه؟ قال له رحت السوق لقيت ال2 بدرهم، جبتهم. خرجت بره السوق، واحد قابلني قال لي يا حكيم تبيع واحد بدرهم؟ قلت له هات. وسيادتك؟ طبعا ما قالش سيادتك، ما طلبتش الا واحده. فابتسم عليه الصلاه والسلام وقال له اذبح الشاه وتصدق بالدرهم، او يقول له هاته. واحد وكلك تشتري حاجه بالملي، هو ضيع الدنيا بتاع لا تجعل عقاب المرء في رزقه الا شوفوا منا. يلا ابو 5 يبقى ب10، واللي يتوزع ما يتوزعش، واللي يتنايل ما يتنايلش، ويوم السبت 2/11 مش عارف سلك كهرباء وغدا ب145 جنيه. سلك الكهرباء هيتغدى يعني مثلا، يعني هو ضيع الدنيا الا الخيبه دي. انما لو كنا التزمنا باقي. انا في حياتي كده، انا في حياتي لما ابعت واحد يشتري لي حاجه لو باقي 3 جنيه يجيبهم لي وانا اديله 30 جنيه من مرتبي طبعا، يعني من عرقي من شغلي، اديله 30 ولا ياخدش ال3، ما يضربش عليهم، ما يقفلش، بيقفل على روحه في المستقبل حاجات كتيره جدا. احنا عندنا الغبا مستحكم. ربنا يا دعاء، يلا يا دعاء. الو السلام عليكم.
انت مستوعبه اللي انا قلته يا دعاء، ولا كان همك على التليفون وانك تكلميني وتساليني سؤالك؟ مستوعبه؟ لا يعني احنا مع المرتب عايزين الحواوشي والتحابيش. لا احنا في الاسلام مالناش الا المرتب. بالظبط كده. يلا قولي بقى. كنت عايزه اسال حضرتك يا دكتور، هي المهنه بتاعت خبيره التجميل استني والنبي يا دعاء عشان هزعل لو ما قلتش. يا حبيبتي النادر ما يجيبش اي حاجه، لو عملتيه او ما عملتهوش ما يسببش عيا للبت ولا الحاجات دي كلها. اهي دي ناس بتفتي زي اللي بيقول واذبح لك جوز حمام، ولا هتذبح له اي حاجه، ومش كدابه وتغني وتقول لي كمان لو مش عارفه وانا راجل شاعر اعرفك بقى اعمل لها اغاني للاطفال مباحه وزي الفل والعنب وليست كذبا، واقول له كمان غير الحمام واجيب لك فستق ولزدق يا خبر ابيض وكل حاجه. قولي يا ما قلت بنتي عيانه عشان عليها ندر، دجل فتاوي الحاره دي ربنا يتوب علينا منها. لا انت تتعاقبي على الندر لكن بنتك لا، تتعاقبي على عدم الوفاء لو قدرتي، ولو ما قدرتيش تكفري عنه كانه يمين بالله العظيم بصيام 3 ايام او اطعام 10 مساكين. يلا يا دعاء.